مشوار الاهلي في شهر اكتوبر، عندنا 5 مباريات مهمين جدا في شهر اكتوبر، هم بدايتهم ان شاء الله بعد بكره يوم السبت 4 اكتوبر هنقابل كهرباء اسماعيليه، ماتش لذيذ وان شاء الله نرجع بقى تاني للانتصارات والصداره باذن الله نهايه الشهر تبقى للنادي الاهلي باذن الله، وده الوضع الطبيعي. هنطير على طول على بورندا، هنلاعب ايجال نوار البورندي، هنلعبوه دوت حوالي يوم 18 10 الجاي، ده ذهاب دور ال 32. وهنرجع على طول على نادي الاتحاد السكندري، هيبقى يوم الثلاث يوم 21 اكتوبر، هيبقى يوم الثلاث ماتش برضو مهم جدا في الدوري، هيبقى يوم الثلاث. وعندنا ماتش بقى الاياب بتاع الايجل النوار البورندي، هيبقى حوالي من 25 26 في الحدود ديت، هنحسم فيها التأهل بإذن الله من ال 32. وطبعا دول يعني رخم شويه، كان لسه متعادل ويتأهل على حساب نادي اسمه اساس الجيبوتي، نادي برضو يعني على قده في الكوره، بس طبعا كل فرق افريقيا بقت مش سهله وكلهم عندهم طموحات، واحنا شفنا كمان بيراميدز بتتفوق وبتكسب ازاي خارج ملعبها وبتعمل مطوشه ومنافس قوي جدا للاهلي في البطوله، فاتمنى نكون قدها من اولها وباذن الله نعمل بطوله كويسه، وان شاء الله البطوله تبقى لينا باذن الله. وبعد طبعا ماتش الاتحاد في الدوري، اخر ماتش هنختتم بيه في اكتوبر وهو بتروجيت، هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله يوم 29 اكتوبر. ماتش طبعا مش سهل جدا، شفنا بتروجيت بتعمل ماتشة جامده وعملت ايه مع النادي المصري، خلص ماتش 3-2، كان ماتش الصراحه جامد جدا. اتمنى الفوز للنادي الاهلي وان شاء الله الانتصار لينا كصداره الدوري وكتاهل لدوري ابطال افريقيا. السلام عليكم.